أدري شو وضعكم للأمانة، يعني إيش دخلني الحين تقولوا لي في مباراة ولا لا؟ يعني غريبين صدق. هل قالوا لكم إن أنا أحب الكورة بشكل عام وإن أنا أحب أتابع ومهتمة بذي المواضيع؟ أنا إنسان ما أحب الكورة ولا أتابعها، أنا بس تابعتها في كأس العالم بس، كان الجو حماس، كانت حلوة في كأس العالم، بس ماني فاضية كل يوم أتابعها. صدق أحسها فضاوة للناس الفاضيين اللي يقدرون يتابعون. وبعد في ناس متعصبين في الكورة، ما أدري ليش. تصدقون أنا أحس إن الكورة أوكي لعبة تستانس وخلاص انتهينا، ما في داعي للتعصب. أنا استغربت صدق إن في ناس إذا خسر فريقهم يروحون يكسرون الدنيا ويزعلون. ليش يا جايز؟ لا للتعصب، استانسوا، تراها لعبة في النهاية. طبعا قاعد أشوف جتني هدية، طبعا ذا حلا نفس الجيمات وزي كذا. المهم طبعا تخيلوا جتني الساعة كم؟ الساعة 10 ما ادري 11 كذا، يدق الباب طن. استغربت اصلا، يعني احنا ما طلبنا السوبر ماركت ولا اصلا احد يدق الباب اصلا. تخيلوا الا يجي العامل. في واحد عامل قبل شهرين قال انا بروح بسافر بلاد مال انا، قلنا له اوكي الله يوفقك تمام. شكله رجع اليوم، تخيلوا جاب لي حلا من حقهم، والله مرة كتكوت. طبعا ذا الحلا اتوقع انكم تحطونه في الزيت عشان يصير لونه كذا، لانه لونه ابيض. حنان ذاقته طعمه سكر، شوفوا حنان ذاقته هو مو مطبوخ. وعلى فكرة يدي تلصقت الحين مليانه سكر، خسارة، كان ودي اذوقه للأمانة بس انا قاطعة السكر. جايز اليوم المستشفى ما كانت على التقويم اصلا. انا يوم اني قررت اركب تقويم خفت. ليش خفت؟ تعورني اسناني، لان سمعت ناس يقولون او ماي جاد التقويم يعور مدري وشو. خفت بعد اتجرح، شفايفي من جوا تتجرح بسببه، فترددت. فالموعد اللي حجزته سحبت عليه، لانه اصلا الموعد يوم الاحد، وانا قررت اني خلاص بسحب عليه. اتوقع اليوم احد صح؟ اليوم احد، ايوه خلاص خشينا على احد، فسحبت على الموعد وحسحب عليه وما عاد بروح. وخلاص ما اتوقع اني ابغى اروح، ما بركب تقويم خلاص. ابى اركب بس يعني خايفة اتألم. انا بس يوم اني سويت التنظيف تألمت، قعدت ابكي 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 ابكي، ما قدرت انام بسعادة. وراني باغاك انت وعليك نموت العروبي حيث قرتيني وتجدتي لي نقولها ونغوتي بحالي الصوت محبوبي ياسين شوف من حالي يا بالي بيا. وراني باغاك انت وعليك انا عراقي وافتخر وبلاد بالروح لي عشق يا عراقي لك غرامك باقي للموت يا عراقي ينحلف فيها اخلاقي مخلوق من الغيرة باقي بغرامة باقي للموت يا عراقي تنحلف فيه ما عندي غيرك موضوع. مخاوي الا كبار القوم بين العباد نطر وان الخيول تعرف خياله ادحم بندر. خاطري من زمان اني ازوركم، والله العظيم من زمان ودي ازور مدينتكم. يعني احس ودي ازورها، ما ادري ليش، مع انه على فكرة ما اعرف احد من هناك حرفيا. يعني ما عندي لا اصدقاء لا اهل عايشين هناك، ما في اي احد عايش في عرعر، بس انه ودي ازورها. من المدن اللي انا كان خاطري ازورها وللحين خاطري ازورها. باذن الله ازورها يوم من الايام. عايز اكون معاكي نعيش سوا بيبي انت روحي حياتي. عايز اكون معاكي نعيش سوا قلبي عامله لي جنون. أنا أم الاستكناء البارحة عين عيوني يا نام. أنا أم الاستكناء. شوف انت عاملي وانا عاملي امان ومن مين وجاي. يا
جايز قاعدة أضيع الوقت في تصوير السنابات. أدري إن أنا قاعدة أتهرب. تخيلوا وراي ملابسي كلها حرفيا طلعتها من الدولاب على أساس إن أنا أرتبها وأضبطها في مكانها، بس ما ودي. صار لي 3 ساعات مدري 4 ساعات قاعدة أطلع في الملابس الشتوية والملابس اللي ما أبيها، وقاعدة أرتب أغراضي. تعبت نفسيا. أنا أتمنى أن أنا ما يكون عندي غير لبسين عشان ما أتعب في ترتيبهم. أنا تعبت نفسيا ولسه باقيلي هذا. باقيلي ذي الأشياء كلها. أنا تعبت لسه ما خلصتها. دي الأشياء طبعا لازم تتعلق وتتكوى ومدري وش. أنا تعبت والله العظيم، ما عاد بخلص. أبغى أروح أنام وأسحب على كل شيء. بحطها كذا جنب الملابس أسوي نفسي نايم، فهمتوا؟ عشان لو حنان جت قالت لي ما خلصتي قول له والله مود. تخيلوا عندي دولابين 2 3 4 5 6 في غرفتي ذي. تخيلوا، وكلها ملابس، ولكم أن تتخيلوا الملابس اللي فيها حرفيا فوق بعض الملابس حرفيا. يعني من كثر ما الدواليب زحمة تمام بقى شوي بتنفجر. عشان كذا قاعدة أطلع. أنا كل شهر أطلع ملابس أرميها. الملابس الجديدة اللي ما لبستها مثلا إلا مرة أو ما جت علي أحطها في صندوق تحت عندنا هنا في البيت، صندوق اللي هو حق التبرعات أو شيء زي كذا، أحطها فيه. تخيلوا ذا كله عشان أنا كل شهر أطلب طلبيات. آخ يا ربي، ودي أكون إنسانة ما أطلب، بس أنا يدي تحكني على الطلبات للأمانة. أحب الطلبات، أحب كل شوي أطلب من شيئا. ليش؟ لأن شيئا ليش ما حسبتها صح 7 دواليب مو 6. المهم وأنا تعبت. المهم كله بسبب إيش؟ بسبب إنه شيئا أسعارهم رخيصة وقطعهم حلوة. حرفيا كل ملابسي من شيئا. في ناس تخيلوا في ناس يقولون أوه توقعناكي تشترين ملابس من البراندات. يعني جايز تخيلوا لكم أن تتخيلوا أن أنا ما أحب ألبس الفساتين وذي الأشياء غير مرة مرتين وما عاد ألبسها. لكم أن تتخيلوا يعني أشتري من براند ب12,000 ب20,000. ليش وأنا ما حلبسها إلا مرة ولا مرتين؟ ليش؟ أما الملابس العادية نفس البيجامات وكذا لا عادي أكررها. فحرام والله أشتري بدي المبالغ ملابس. ممكن أشتري إكسسوارات، ذهب، عطور، ميك اب، شنط، شوزات، بس ملابس لا. لأن الملابس أنا ما أكررها. يعني خاصة الفساتين حدي ألبسها مرة مرتين 3 وما عاد ألبسها. طبعا ما ألبسها مرة مرتين ورا بعض لا يعني أقعد بين كل اللبسة ولبسها شهور عشان أرجع أعيد ألبسها. فأنا ما أحب التكرير، ما أحب التكرار. أيوة، فأشتري بأسعار رخيصة كثير قطع أحسن ما أنا أشتري قطعة واحدة مثلا ب20,000 وألبسها مرة مرتين وما عاد أستخدمها. شو الفايدة؟ صدق شو الفايدة؟ خلنا نتكلم بمنطق يا جايز. Trap money penny got me in my feelings gotta be. طبعا هذه لعبة التوازن. يلا دفة خلينا نشوف تتوازن ولا لا. أضيع وش الصبر جميل وهو. هاي جايز، طبعا الحين جينا عند الدكتورة في العيادة. قلت لي سوي تعال سوي هنا حجامة، لأنه حنان وكلهم يسوون هنا حجامة. ليش؟ لأن الدكتورة يدها خفيفة، فأول ما تجي الدكتورة حغمز لها عشان تقطع. تفضل. شكل الدكتور جاء. أيوه يا سلام ورحمة الله. هلا والله. ليه؟ كيفكم طيبين؟ الله يسعدك. 3 أيام يا دكتورة وأنا متأخر وبس بابك. كله هذه قالت لي ما تسوي لك إلا دكتورة سارة وأنت أخرتينا هي الدكتورة وإحنا نقول له من يدك خفيفة وأنت كتكوتة. والله جايبتني هي قالت لي ما تسوي إلا عند سارة، و3 أيام ننلطع فوق بعدين يقولوا لنا نروح وما في سارة مي موجودة. ليه؟ واليوم موجودة.
جيتوا الخميس؟ جينا الخميس. بس الساعة كم؟ بعد 8 روحت. ما اتذكر. توقعت لا قبل 8 إيه. قبل. جايز الحين جيت اسوي لي مساج. تخيلوا سعود في الغرفة اللي جنبي وانا هنا وبابا في اللي بعدي وحنان بعد شوي بيجي دوره في المساج. المهم ليتس جو الحين نسوي احلى مساج. يا سلام يا رب يكون مساج جميل يا رب، لاني اول مرة اجرب هنا مساج. جاهل عيار متخلف قرد حبه محترق عندي ناكر المعروف ويحلف بس صالح ينقلب ضدي في حياته عايش مقلب شايف نفسه بلا داعي بلا داعي في الهوى متكاركه ثعلب تافه في الحب ما يراعي ما يراعي. لو بدني ينخرب بيته واهزمه وافضح اساليبه مضحكه للكل. نسيم البارود نسنس على الروضة وقع يوم مشهود تسيل الخدود ميار في واحد يقول ليه ميار ما تصور بسنابها؟ خليها تصور ترى نحبها. ما أصور كثير. ليش؟ ما أدري ماني متعودة. ما تقول ماني متعودة على التصوير. لما هي ما تحب تصور كثير، ما أدري ليش ما تحب السوشيال ميديا وكذا. هي بس إذا نزلت فيديوهات وصور تقعد تصور أشياء هبد يوم تكون فاضية، بس هي ما تحب السوشيال ميديا بشكل عام. أقمص عليكي لو كنت كلام طارق أنا كنت سألتك عن مضيفتك. لو كنت كنت هبقى كتاب عن الجمال. لو في سؤال عن الدلع انا جبت السؤال. لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي اما قلبي عمره ما يلعب بيها عيال. لو كنت يوم وفات كنت هبقى يوم تلات. مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات. لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات. جايز شوفوا القطعة الجميلة ذي، حرفيا مرة حبيتها بشكل مو طبيعي. كني بزنس وومن، رجلة أعمال، سيدة أعمال، حرفيا مرة تجنن القطعة وخامتها تهبل والله العظيم، تجنن بشكل مو طبيعي وأنيقة بعد وسعرها يجنن. تخيلوا يا جايز أنا مصدومة من سعرها قد إيش حلو على الخامة والكواليتي ذا اللي يهبل، مرة تجنن. وطبعا قطعة واحدة مو قطعتين، لا قطعة واحدة اللي هو جامبوست مع بعض، تمام، تلبسونها وفي منها ألوان. ليه نزلتي هذه؟ ايش هو؟ خلاص رجعتيها. اوكي المهم جايز طبعا في منها الوان، انا اخترت اللون الاخضر مرة حلو. طبعا شوفوا الحركة اللي هنا في الكتف عشان تعطيكم كذا يعني حركة كأنكم كتفكم كذا مرفوع، تمام، مرة يجنن.